بسم الله وعلى بركة الله. فيديو تاع اليوم راهو مميز ومختلف لأني أول مرة نحضر لنا في الطليان. حضرت العرس بين في توانسة، لكن أول مرة نحضر ما بين تونسي ومغربية. خطوبة ربي يكمل لهم إن شاء الله، يا ربي يجعل بيناتهم المودة والرحمة ويرزقهم بالذرية الصالحة إن شاء الله. أنا كنت من أهل العريس ورحت معاه، استقبلونا أحسن استقبال، فرحوا بنا بعاداتهم وتقاليدهم هما اللي خاصة بهم. كما قلت لكم كان نهار هايل، خطوبة مميزة. نشوفوا الاستقبال تاعهم أولا. خذ باكو خذ باكو باكو يا فيصل خذ باكو خذ باكو. بعد الاستقبال الرائع والسلام على النبي والزغاريد، قدموا لنا الحليب والتمر، وهذه عادة من عادات العرب، ولا بعض الدول العربية أنها تقدم لضيافها الحليب والتمر. ولا هنا التمر راهم جابوه محشي بالجوز واللوز. كاين اللي حب يرحي اللوز ولا الجوز مع السكر ومع ورد ويحشيو بها الحبة تاع التمر، لكن لهنا حطوا الحبة كما يقولوا مجمولة تاع اللوز والجوز، كل واحد كيفاش يحب يقدم التمر. سبحان الله. هذه كما قلت لكم عائلة مغربية، أهل العروس من المغرب وأهل العريس من تونس. تشاء الأقدار ويكتب ربي المكتوب أنهم يتلاقاو لهنا في الطليان، يتعرفوا على بعضهم وتنشأ بيناتهم مودة، ويتقدم العريس يخطبها كما يقولها بالحلال إن شاء الله، يا ربي يكمل لهم ويهنيهم. كما قلت لكم راهم العائلتين ما شاء الله، ناس كما يقولوا قمة، كما يقولوا خوتنا المغاربة الله يعمرها دار. من جهة العريس أنا نعرف مو قمة بكل صراحة، إنسانة تاني طيبة وطيبة بالبزاف، التواضع ما شاء الله. أهل العروس مرتين كنا نتلاقى بهم، تاني كما يقولها الابتسامة ما تخطيش من وجوههم، التواضع، وهذه أحسن صفة في الإنسان أنه يكون متواضع ويبتسم لأي شخص يشوف. ما نقولش لأي شخص يشوفه، لكن الابتسامة تعلو الوجه، هذه أجمل صفة في الإنسان. الناس مكرمين، الناس متواضعين ما شاء الله، قمة. هذه الحلويات المغربية قدموها لنا مع التاي. كما قلنا احنا كل واحد وعاداته وتقاليده. هذه العادة حتى متأكدة مش حتكون عند نفس عند كامل المغاربة، كل واحد وعاداته وتقاليده. احنا في كل البلدان عندنا عاداتنا وتقاليدنا، حتى من ولاية لولاية دايما نقولها راهي تختلف. صراحة ما شاء الله كل شيء متسول، كل شيء بحطة تاعو. روعة قمة، كل شيء عجبني. الناس كما قلت لكم راهم روعة، حتى كما يقولوها الناس ضيوفهم اللي كانوا عندهم كامل هايلين لهنا. راهي جابت الصحن اللي حب ياخد من كل نوع حبة عقاطو، يعمر الصحن تاعو، يحب ياكلو اللي ما ياكلوش يقدر يديه معاه كما يقولوا هما، حطي في صحنك كوليه ولا ديه معاك. لهنا هذه لهنا صورتكم بالتصوير البطيء بعض الهدايا اللي جابتها أم العريس لعروستها. هذا كما نقولوا احنا دائما كل قديرو ومقدورو، كل قديرو وقدرو، كل واحد واش قدر يكبر بعروسته يجيب لها. هذه دائما انا شفتها يعني في معظم الدول العربية، انهم يهديو لعروستهم كل واحد واش يقدر. كما قلت لكم هذه بعض الهدايا اللي جابتها ام العريس لعروستها. ما شاء الله كل شيء تاني بحثته، كل شيء بتاويله، كل شيء ما شاء الله. أنا لهنا في المواضيع هذه دايما نقول الفايدة في الهنا، ربي يهنيهم إن شاء الله. هي كبرت بعروستها ما خلاتش عليها، دات لها كل خير ما شاء الله. كل شيء متول، كل شيء بحطة تاعو كما راكم تشوفوا. قمة، ربي يكمل لهم ويهنيهم.
والحاجة الرائعة أنهم قبل ما تتعشاي لازم تغسلي يديك، يجيبوا لك تغسلي يديك في الإناء النحاسي هذا اللي راكم تشوفوا فيه، رغم أنه حنا تاني عندنا في الجزائر. وتنشفي يديك ومن بعد يحطوا لك العشاء. لهنا كيما على بالكم خاوتنا المغاربة ياكلوا محلو وملح في طبق واحد فريد. الوصفات تاعهم معظم الوصفات تلقاوهم يحطوا الحلو والملح، عكسنا حنا التوانسة أو الجزائريين. التوانسة راهم ياكلوا الحار، الأطباق تاعهم كامل فيها الهريسة تاكلها حارة، 95% ياكلوا حار، يعني كيما نقول لكم حار حار، ماشي يعني كيما نقولوا حنا نسمة ولا لا هما ياكلوا حار حار. احنا عكسنا احنا الجزائريين لا الحلو، الأطباق الحلوة دايما نحطوها وحدها، والأطباق المالحة تكون وحدها، واللي حاب يزيد الحار بطبيعة الحال نديرو له الحار. كيما لهنا قلت لكم راهم دايرين هذا كيما قلت لكم هذه راهي البسطيله بالبريوات، حنا نقولوا هذه نقولها حنا الصامصه اللي محشيه باللوز، حنا نسميوها الصامصه في الجزائر، هما يقولوا لها البريوات. هذا الطبق يديروه في الغرب الجزائري، احنا في الشرق ما نديروهش بكل صراحه. راهم داير بالدجاج والمعدنوس العظام، البيض كما يقولوا هما، وما يديروش فيه طماطم، ما يديروش فيه الحرور، زعفران كما قالت لي السيده، زعفران، كركم، والمعدنوس كما ويكسروا فيه العظام، يخليوه حتى يطيب الدجاج، ويخليو لاصوص هذيك تنشف كامل، ويكسروا فيها العظام ويديروها طبقات. بلا ما نساو اللوز يقليوه مع شويه سكر كلاصي، كي يتقلى ويخلص في الزيت يرحيوه ويحطوا له سكر كلاصي على ما اظن. كما قلت لكم هذه وصفه تاني هايله، عجبتني باذن الله راح نجربها. كما كل احنا كما نقولوا كل بلاد وعاداتها، كل بلاد وتقاليدها. هذا الطبق كما قلت لكم راهم داير بالدجاج وباللوز والعظام، ومنش عارفه هذه الورقه هذه اللي مديرينها هما من فوق الى برقه متخصصه للبسطيله، ولا انهم دايرين حنا كما نقولوا الورقه تاع الخطفه ولا البوراك. احنا في قسنطينة كي تكون خطبة هذه راح نقول لكم تما هي كل واحد وعاداته، كل واحد وتقاليده. حتى احنا في الجزائر انا ماناش الكل كيف احنا في الخطوبة تاع الطفلة ولا تاع الطفل، المهم احنا نديرو دايما يكون الجاري اللي هو الشوربة دايما يكون حاضر، السلطة، الفلفل، بطبيعة الحال اللي حب العجين كاين دايما نديرو تختوخة، ولا اللي حاب يدير تريدة، ولا الطبق الثالث ولا البلا الطاجين، كاين اللي حاب يدير كاين اللي ما يديرش، هذا كيما قلنا كل واحد وظروفه. لكن المعظم يديروا الطاجين، اي طاجين، طاجين زيتون، طاجين العين، طاجين الفرماج، عدة انواع. كما قلت لكم هذا كل واحد وعاداته وتقاليده. هذا هو الطبق من داخل، واش فيه هذاك الاصفر اللي تشوفوا فيه راهو هذا لوز اللي راني نمس فيه، هذا لوز مقلي في الزيت على ما اظن. ومعاه الدجاج كما راكم تشوفوا مفتفت، راهم مفتفتينه، وهذاك الاخضر اللي راكم تشوفوا فيه راهو عظام مع المعدنوس، راح يعطي هذا اللون. من بعد ما كملنا الطبق الاول تاع البسطيله جابونا الطبق الثاني، وهو طاجين البرقوق ولا كما نقولوا حنا طاجين العين. لهنا طريقه تختلف تماما على واش نديرو حنا، هما يطيبوه بالبقري ويطيبوا اللحم وحده بالملح، ويطيبوا العين يعسلوها وحدها، ومن بعد يحطوا الطبق المالح اللي هو تاع اللحم البقري، ويزينوه بالحبات تاع البرقوق. عكسنا حنا نطيبوا اللحم كي يطيب نديرو السكر فيه ونحطو العين يطيب كل شيء مع بعضها حتى اللحم يطيب حلو، احنا نسميوه طاجين العين. حتى في الجزائر ولا في العاصمة راهم بدلوا الطريقة تاعهم، هما تاني عادوا يديروه غير بالطاجين، غير بالعين والزبيب والمشيمشة. انا بالنسبة لي داك معجون ماهوش طاجين، طاجين ما يكونش فيه اللحم ماهوش طاجين، راهو معجون.
لكن عجبتني تاني الطريقة، ما يجيش حلو بزاف كيما تاعنا حنا يجي حلو بزاف. وكيما قلت لكم كل بلاد وطريقتها، كل بلاد وعاداتها وتقاليدها. المهم ربي يهني العرسان وربي يكمل لهم وربي يرزقهم بالذرية الصالحة إن شاء الله. دايما نقولوا بلاد على بلاد تفرق، والحمد لله رانا كامل في دين الإسلام، هذه أهم حاجة. ومش راح تفرقنا طاجين ولا لبسة ولا كلمة، المهم لا إله إلا الله. ربي يهني الوليدات وربي يحفظهم ويرزقهم بالذرية الصالحة إن شاء الله. نتلاقاو في فيديو خلاف. ألف تحية وسلام لكل الأحباب.